يومان قد مضيا كالعمر الطويل، وحسن غائب لا يعود من ذاك الطريق المستحيل. تتساءل زبيدة: هل كان السلطان له خصما أم حليفا؟ وهل ستمحى الغمة أم تزيد الطرقات التفافا وتعسيفا؟ يومين يومين وهو مرجعش. فين حسن؟ هيرجع يا بنتي، ما تقلقيش. ما تقلقيش؟ ازاي ما قلقش؟ راح للسلطان ومحدش يعرف اللي حصل له هناك. يا زبيدة، حسن راجل ذكي وهيعرف يتصرف. بس السلطان ممكن يكون حبسه عشان قال ان السلطانة هي اللي خدت أميرة. السلطان مش هيعمل كده يا بنتي، أكيد هيحقق في الكلام الأول. تحقيق ايه؟ لو حد من حشيته لفق كلام، حسن ممكن يكون دلوقتي في زنزانة. لو حسن في الزنزانة ربنا هو اللي هيفكها. ملكيش غير الصبر والدعاء يا بنتي. صبر؟ لسه عايزين نصبر؟ بنتي اتخطفت وجوزي مختفي. لحد امتى هصبر؟ لحد امتى؟ ربنا موجود يا بنتي ومش هيسيبنا. حسن أكيد هيرجع. لو حصل له حاجة، لو مرجعش. مش هيحصل له حاجة. حسن راجل بألف راجل، والسلطان عمره ما يظلم حد لو عرف الحق. بس في ناس مش عايزة الحق يظهر، مش عايزة أميرة ترجع لنا. إحنا أهل الحق، ومهما طال الوقت الحق هيبان. أيا قلب زبيدة تجلد ولا تجزع، فالصبر باب النجاة لمن توجع. وإن الغيوم وإن طالت ستنجلي، والغائب سيعود من المحنة ويسلمي.